لو زهقتوا من الفراخ واللحمه وعايزين تغيروا، يبقى طبق الفريك بالكبد والقوانص ده ليكم. تعالوا نعمله بطريقه سهله وكلها نكهات، يلا بينا. بس اول حاجه هنعمل الكبد لوحدها والقوانص لوحدها. في طاسه هحط سمنه وزيت وعليهم القوانص لغايه ما يتشوحوا، وهنزل عليهم بالبصل وهديهم رشه فلفل كمون وكزبره وهنقلبهم كويس. بعد كده ننزل عليهم بشويه ميه صغيرين ونهدي خالص ونسيبهم يستووا في عرق. الكبده بقى ما بتاخدش وقت خالص، زيت وسمنه والكبده وهنشوحهم وننزل عليهم ببصله وهننزل بتومه. الطريقه دي هي اللي هتخلي الكبده والقنصه ما فيهاش اي زفاره وطعمها هيبقى حلو وكله نكهات. برده هديها نفس توابل القوانص، وبعد كده هننزل عليهم بشويه ميه صغيرين وما بتاخدش وقت خالص، يا دوب الميه تنشف هتلاقوها استوت. ونخش على الفريك. في حله احط سمنه وزيت، بصله ورشه فلفل ونقلبهم مع بعض. بعد كده ننزل بفريك منقوع نديهم تشويحه حلوه، وانزل عليهم بطماطميه متقطعه مكعبات، شويه ملح، تقليبه حلوه، وننزل عليهم بالشوربه. هنغطيها بقى ونسيبها تستوي على نار هاديه خالص. واخر حاجه هننزل الكبده على القنصه ونديهم طشه خل ونظبط الملح مع رشه فلفل اخضر. نيجي بقى للفريك بعد ما استوى هنديله رشه سمنه بلدي ونقلبه كويس بالشوكه. وبس كده. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وبالف هنا وشفا.